أكتر 3 أسباب ممكن يسببوا إصابة أثناء فترة الإعداد، خصوصًا لو أنت لسه مبتدئ. أول سبب إنك بتبدأ فترة الإعداد بتاعتك بتمارين محتاجة من جسمك إنه يطلّع power أو يطلّع قوة عالية جدًا. زي إيه التمارين دي؟ زي الjumping وتغيير الاتجاهات والحاجات اللي فيها قوة وسرعة جامدة أوي. زي ما اتفقنا أنت في أول فترة الإعداد محتاج التمارين الأساسية اللي تبني بيها القوة بتاعتك عشان تقدر بعد كده تحط الحاجات اللي محتاجة منك قوة عالية دي. تاني سبب هو إنك بتحط أكتر من تمرين في نفس اليوم، يعني ممكن يكون عندك الصبح مثلًا تمرين في النادي، بعد الضهر عندك تمرين fitness في الgym، بالليل عندك مثلًا تمرين private على الskills وعلى المهارات. أنت مش محتاج كل التمارين دي خصوصًا في فترة الإعداد، في أول فترة الإعداد. أنت كل اللي أنت محتاجه إنك تبني الأساسيات بتاعتك. إنك تحط أكتر من تمرين مع بعض في نفس اليوم، ده بيحط شدة تمرين عالية أوي، أوي على جسمك، وأنت جسمك لسه مش مستعد لده، وخصوصًا لو أنت لسه لاعب مبتدئ، ده هيسبب إن يبقى عندك إصابات كتير زي تمزقات العضلات وزي التهابات الأوتار. تالت سبب وأهم سبب إنك بتهمل عملية الاستشفاء بتاعتك، وأهم سلاح تستخدمه في عملية الاستشفاء بتاعتك هو الكارديو تريننج، أو إنك تتمرن بشدة تمرين من قليلة لمتوسطة عشان تساعد جسمك إنه يrecover بسرعة.